اتجوزنا انا ليه هتتجوزها هي؟ انا بحبك يا احمد. انت كل ده كنت بتتسلى بيا؟ رد بقى عليا، حرام عليك. سلمى كانت بتقول كلامها بصراخ ودموعها بتنزل بالبطيء رافضة النزول، وكأنها بتقول لها انت السبب في كل ده، انت اللي وصلتينا لهنا. كنت بقول كده لحبيبي، او اقصد اللي كنت مفكراه حبيبي. للأسف كنت بكلمه من غير علم اهلي. احمد قرب مني بتجاهل وقال لي: هتجوز مين يا سلمى؟ هتجوزك انتي يا حبي. انا يوم ما هتجوز مش هتجوز واحدة كنت بتمشى معاها ليل ونهار وبتخون ثقة اهلها. انا هتجوز واحدة تحافظ على شرفي في غيابي. احمد كان بيتكلم وانا في دنيا تانية، دموعي مش راضية تقف، حاسة بكل حاجة وسامعاها بس مش قادرة اتكلم. اخر حاجة سمعتها: هتجوز واحدة تحافظ على شرفي. مشيت من قدامه وانا بقدم رجل واخر رجل. هو عنده حق في كل كلمة قالها. انا اللي غلطت. وصلت بيتنا وجريت على اوضتي استخبى فيها زي العادة. حطيت ايدي على بقي اكتم شهقتي اللي ملت المكان. بكيت. بكيت من كل قلبي على سنتين ضاعوا في حاجة حرام، سنتين بستغل اهلي، سنتين بغضب ربنا. وكأن قلبي في اللحظة دي اتنفض من مكانه. بقالي سنتين بعصي ربي. قمت وقفت قدام المراية ببص على وشي اللي كله ميك اب، لبسي اللي ما يصلحش يكون لبس مسلمة، طرحتي اللي يعتبر مش لابساها اصلا. ما حسيتش بنفسي غير تاني يوم لما لقيت امي نايمة جنبي وحضناني. امي اللي كانت واثقة فيا. للحظة فقت لنفسي وقمت من على السرير بنشاط وابتسامة مش مفارقة وشي، وقلت لنفسي انا هتغير عشان انا مسلمة ودي مش اخلاقي. بوست مامتي بكل حب ودخلت الحمام اتوضى وانا مكسوفة مش مستعدة لمواجهة ربنا. اتوضيت وخرجت عشان الاقي نفسي واقفة بين ايدين ربنا اللي قادر يزيح عني كل هم ويريح قلبي. دعيت كتير قوي ان ربنا يشيل حب احمد من قلبي. صحيح انا قررت اتغير بس قلبي لسه متعلق بيه. صعب حب سنتين يضيع بسهولة حتى لو كان الحب غير صادق. قمت وفتحت الدولاب وانا ببص على هدومي وفساتيني القديمة وخماري اللي كنت لابساه قبل ما ادخل الكلية. لبستهم وبوست ماما وخرجت للكلية اللي اهملتها بقالي فترة. دخلت الكلية وانا حاسة ان كل عيونهم عليا. بصيت على شلتي اللي اول ما شافوني رجعت اللبس القديم، محدش فيهم بصلي حتى. بس انا اتجاهلتهم، رحت وقفت جنب صحابي القدام اللي اول ما شافوني فرحوا جدا برجوعي ليهم ولرب العالمين اولا. نور بفرحة قالت لي: أخيرا يا سلمى أخيرا. دمعت وقلت لها كان معاكي حق، كنت هخسر ديني وآخرتي بسبب واحد ما يستاهلش. طبطبت عليا وقالت لي: تعالي يا سلمى نروح مسجد الكلية نصلي كلنا مع بعض زي الأول. وحطت ايديها على كتفي بحب. اللي فات مات يا سلمى، كان درس لينا كلنا وأظن إننا اتعلمنا منه مش انتي بس. خلصت الكلية ودخلت البيت لقيت ماما بصالي وعيونها مدمعة وقامت حضنتني بكل قوتها وهي بتبكي بجد. سؤال واحد بس اللي كان بيخطر في بالي اللحظة دي: هو أنا كنت وحشة أوي للدرجة دي؟ بصيت ورايا لقيت أبويا واقف فاتح لي دراعاته. ما ترددتش لحظة واحدة في إن أترمي في حضنه وأبكي. أبكي على كل حاجة عملتها وكل حاجة حصلت لي. يا بابا أنا آسفة يا حبيبي. انا اللي اسف يا حبيبتي. اسف اني ما كنتش جنبك، وكنت قاسي عليكي في وقت انت كنت محتاجاني فيه. ما كنتش عارفة اقوله ايه في الوقت ده. اقوله يا ريتك كنت جنبي في وقت كنت محتاجاها فيه لحنيتك، حنيتك اللي للاسف لما ما لقيتهاش معاك رحت دورت عليها مع حد تاني. بس في الاول والاخر انا الغلطانة، ما ينفعش اجيب ذنبي على حد. مسحت دموعي وقلت بهزار: عيب عليك كده يا سيد، ده احنا اهل. طب يلا يا قلبي سيد خشي صلي وتعالي ناكل مع بعض. دخلت اوضتي وصليت براحة عمري ما حسيتها قبل كده، راحة ما بيحسش بيها غير الشخص التايب لرب العالمين. وعدت الأيام ويوم نتيجتي. الحمد لله. قلتها بعد ما النتيجة طلعت والحمد لله بفضل ربنا. أنا طلعت من الأوائل الدفعة وأخيرا خلصت من الجامعة دي بقى. خلصت بس وأنا إنسانة جديدة غير اللي دخلتها. طلعت وأبويا وأمي فرحانين بيا جدا. وللأسف جت اللحظة اللي أنا مش مستعدة لها نهائي، وهي إن يجيلي عريس. بابا فاجئني إنه جايلي عريس. ما كنتش عارفة أعمل إيه وقتها. أنا مش مستعدة لخطوة زي دي أبدا. يا سلمى يا حبيبتي، هو جاي النهارده، اقعدي معاه. لو ما عجبكيش انا مش هقدر اجبرك على حاجه. اتنهدت بحزن وقلت ماشي يا بابا. وجت الساعة 7 وأنا قلبي مش مبطل دق. أنا نسيت أحمد بس مش مستعدة إني أدخل في أي علاقة تانية دلوقتي. حاسة إن روحي كلها استنزفت ومعادش عندي طاقة لأي حاجة. دخلت الأوضة وأنا رجلي مش شايلاني.
أول ما دخلت اتصدمت، لأ ده لو آخر واحد أنا لا يمكن أتجوزه، ده دكتور ياسين المعيد بتاعي. أهلي خرجوا وسابونا لوحدنا شوية وأنا فضلت قاعدة مكاني من غير ولا كلمة، أنا أصلا لو نطقت بكلمة هعيط. اتنحنح ياسين بصوت واطي. ياسين عارف إنه ممكن يترفض وكمان عارف السبب. ازيك يا سلمى؟ رفعت عيوني ليه. الحمد لله. طيب يا سلمى، انتي ايه رأيك فيا او عايزة تسأليني عن اي سؤال؟ حسيت اني مش قادرة اتكلم او اقول اي حاجة. سؤال واحد بس اللي في نفسي ساعتها، اشمعنى انا؟ سين بضحك. انتي فعلا سألتي من رياكشنات وشك. هو ايه اللي اشمعنى انتي؟ واحد بيحبك وجاي يتقدملك، فين المشكلة؟ لهنا وما قدرتش اصبر اكتر من كده، قمت وقفت بغضب ودموعي بتنزل مني. المشكله ان انت كنت عارف ان انا واحمد بنتكلم، والمشكله ان انت شفتني بلبس مش لبسي ولا ليا اي علاقه بيه. انا كان نفسي لما اتجوز يكون شريكي ما شافش مني غير الحلو. وضحكت وقلت بس انت ما شفتش غير الوحش وبس. ياسين وقف وبهدوء مسك ايدي وقال لي برضو مش شايف مشكلة؟ انا مش شايف غير واحدة كان عندها ثقة بربنا، انسانة قدرت تحقق نفسها قبل فوات الاوان. انا كنت هاجي اتقدم لك من زمان يا سلمى، بس قلت انا لما اتقدم لازم اتقدم لسلمى اللي شفتها اول مرة، بفستانها الطويل وخمارها المزين وشها اللي كانت ما بتسيبش فرد حتى لو عندها محاضرات. عشان كده انا اجيت النهاردة. رديت بدموع. والمفروض اعمل ايه دلوقتي؟ مسح دموعي بحب وقال المفروض تنادي لباباكي وتقولي له انك موافقه عليا، وصدقيني عمرك ما هتندمي على موافقتك دي ابدا. قفلت مذكراتي اللي لخصت فيها نص حياتي الاول واللي اتعلمت منه درس عمري ما هنساه، وطلعت عشان اجهز نفسي عشان النهارده كاتب كتابي على محبوب ياسين. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. أول ما سمعت الجملة دي قلبي بدأ يدق بسرعة. في اللحظة دي حسيت بطعم الحب الحلال، الحب اللي مفيش فيه غضب من ربنا، بيبقى ليه طعم تاني خالص. ياسين مسك ايدي وبسها برقة وقال لي مبروك يا قلبي. دمعت وقلت له بحبك يا ياسين بجد، انت عوض ربنا ليا. ياسين مسح دموعي برقة وقال لي وانا بعشقك يا روح ياسين، وربنا يقدرني واكون ليك السند والزوج الصالح. وبكده تكون خلصت روايتنا النهاردة، الرواية اللي اتعلمنا منها إن مفيش أحسن من الحب الحلال، الحب اللي بيكون ليه طعم تاني، طعم رضا ربنا سبحانه وتعالى، الطعم اللي بيرضيك فيما بعد وبيخليك مبسوط بالعلاقة. واوعوا يا جماعة تخونوا ثقة أهلكوا فيكوا، اوعوا تخونوا ثقة أهلكوا فيكوا. وافتكروا دايما إن العلاقة اللي أولها بيغضب ربنا نهايتها بيغضبك جدا. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. مع السلامة.